السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة الكعكعات، وصفة ولا اروع منها، بذوق البندق والفواكه المجففة ومن فوق بالشوكولا وكأنهم حبات من السنيكرز، ولا اروع. يليقوا لمناسباتكم، يليقوا لافراحكم او حتى للصايبات الخفيفة، ويجي بنين يقتل. نقولوا بسم الله ونبداو. عندنا 250 غرام من الزبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، وكاس غير ربع من السكر جلاس. انا تعمدت اني نقص السكر جلاس لانه كما تعرفوني نحب الحلوى شويه ناقصه حلاوه او تكون حلاوتها معتدله. اللي حاب الحلاوه بالبزاف يدير كاس كامل تاع سكر جلاس، مع انه هذه الكيله راح تعطيكم الحلاوه العاديه المليحه. ونص كاس تاع زيت ونخلطوهم مليح حتى تتكون عندنا بوماد يمتزجوا مع بعضهم. هذه 3 مكونات اللي حطيناهم. انا كنت نسيت الملح، حط الملح من الاول، انا حطيته مع الاخر. شويه خلط بسباطيل وشويه خلط بالفويل. للاسف المقطع ما تصور ليش. حطيت معاهم بيضتين وصفار بيضه بدرجه حراره الغرفه، خرجوهم بليله مسبقه لانه برد الحال به يكونوا بدرجه حراره الغرفه. وللامانه كان وصفه اخرى درت فيها 3 بيضات مش بيضتين وصفار بيضه، عطتني كميه اكبر ب7 حبات. وحطيت ساشي من الفانيليا وخلطتهم مليح كذلك حتى يمتزجوا مع بعضهم ويعطيونا نتيجه مليحه. اذا اول مره تشوفوني ديروا ابوني عندي في القناه وفعلوا الجرس به يوصلكم دائما جديد وتشوفوا وصفاتي اول باول. وبعد ما اختلطوا وكملوا ضفت لهم مبشور ليمونه متوسطه او مبشور برتقاله، الذوق اللي تحبوه، مع انه الليمون راح يخرج مع هذه الوصفه مليح بالبزاف. وضفت لهم كذلك كميه من الفواكه المجففه مقصوصه رقيقه اللي هي المشيمشه والزبيب الاصفر. وانتم ضيفوا الفواكه المجففة اللي تحبوها. وضفت البندق، كنت شريت ب10,000، رحيته رقيق حطيته هنايا في العجينة، وحطيت معاه ملعقة من ذوق البندق يعني الاكستريتا البندق، وخلطت كذلك مليح. والخشين كنت حطيته في الشيكولا، راح تشوفوه معايا في الفيديو. بعدها نخلطوهم مليح ونضيفوا لهم الفرينة او الدقيق بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية بالبزاف، يعني اطرى من الصابلي بمراحل، به يجينا هشوش وخفيف وفي نفس الوقت اطري. يعني ما تروحوش في الفرينة بسرعة، ومن الاحسن ان تخلطوا بالسباتيل لانه العجينة طرية بالبزاف. اذا حبيتوا تخدموا بيديكم خلطوها باطراف الاصابع فقط باش ما تتعجنش وتولي إلاستيكي، والجاتو راح يجي يابس حجرة. هنا كنت قاعدة نضيف في الفرينة نصف كيس من الخميرة الكيميائية أو ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، وضفت كذلك الرشة تاع الملح اللي كنت نسيتها في الأول، نتوما ما تنسوهاش حطوها. ومن المستحب أنه نخلو الدقيق أو الفرينة حتى مرتين باش تعطينا نتيجة مليحة ويجينا الجاتو هشوش وخفيف. هنايا نلموا العجينه بالسباتيل او بالملعقه الخشبيه لانها طريه راح تلصق في يدينا، وما تعجنوهاش، لموها فقط حتى تتكون عندكم عجينه طريه كما راهي موضحه في الفيديو. من بعد نجيبوا ليمون سيليكون تاع الكعكات ويكونوا تاع 8 باه يجيونا الحبات متوسطين، مهم صغار مهم كبار. ونجيبوا حربوش، يعني ما عندكمش ميزان عندكم انكم تجيبوا العجينه وديروها على طول يدكم، ومن بعد حطوها في المول وقيسوها. اذا جات اكثر منه نقصوا، اذا جات قدو حطوها قد، يعني لازم تكون قد. لانكم اذا درتوها اقل راح تطيب تتحلل لكم، لاني جربت درتها كيما هك وتحلت لي الحبه، يعني كنصيحه فقط. وخليو شويه تاع مسافه في المول، يعني 2 ملم كيما وريت لكم، باه كي يطلع لانه فيه خميره راح يجي مع المستوى تاع المول قد. وكملت عمرت الحبات بنفس الطريقه باه نوري لكم الطريقه، يعني تبعوا التفاصيل راح ينجح لكم الجاتو ويجيكم ما شاء الله باهي كيما اللي جا في الفيديو عندي. بعد ما كملت عبيتهم كامل سخنت الفرن على درجة حرارة 180 وحطيتهم في الرف الأوسط لمدة من 10 دقائق حتى ل5 دقائق يحمروا من تحت، وزدت شعلت لهم الفوق حمرتهم. وبعد ما يطيبوا نجبدوهم ونخليهم يبردوا تماما، ما تقيسوهمش لانهم هشين وراح يتكسروا، ما تغامروش بهم. بعد ما بردوا كما قلنا نحيتهم من المول كامل بكل سهولة. طيبوا العجينة يعني شوية ذهبي لأنه لبات صابلي كل ما تطيب مليح كل ما راح تجي بنينة، ما تخليوهاش بيضة. ومن بعد نحيتهم كامل هذا الزوج، وزدت نحيت
المول الثالث وحاولت طيبت الكمية الأخرى يعني من غير ما نصور لأنكم شفتوا الطريقة. وهنايا للأسف كنت غلفت كمية كبيرة بلا ما نصورها، سامحوني لأنه عندي ظرف في الدار، فكملت معاكم البقيه. يعني جبت هنا 100 غرام تاع شوكولا، ذوبتها على حمام مائي كيما نذوبوا اي شوكولا، وضفت لها ملعقتين من الزيت. يعني كل 100 غرام ضيفوا لها ملعقتين من الزيت، راح يخليو الشوكولا تجي طريه ما تتكسرش، وفي نفس الوقت راح يمد للحبه تاع الكاطو لمعه عفوا. ومن بعد جبت البندق، قلنا نرحيوه لخشين يعني نصيروا في سيار لخشين نحطوه في الشيكولا، والرقيق والناعم نحطوه في العجينه. حطيت فيها البندق عادي، ومن بعد جبت لكم حبه من اللي خدمتهم قبل، شوفوا كيف ما يجيو. زينتهم تزيين بسيط جدا ولكم حريه تزيين كل واحد وذوقه. هنا جبت الحبه حطيتها على الفرشيطه، وحاولوا انكم تساعدوها لانه الفرشيطه شويه راح تطيح لكم الحبه. يعني ننفضوا الحبه بشويه كيما راكم تشوفوا، نحطوها على بابي كويسون اللي هو ورق الطهي، ونخدموه 3-4 ومن بعد نزينوا لانه الشيكولا راح تجمد. ليه لانه هنا رانا في البرد، ما تخليوهاش تجمد ومن بعد تحطوا لها الورق الذهبي راح يلصق، لكن شوش الورد مش راح يلصق. يعني عادي نحطوا الحبه على الفرشيطه ونحطوا عليها الشيكولا كيما الشيكولا بالمغرف عادي، يعني نغلفوها مليح مليح لانه ممكن جوانب مش راح توصل ليهم الشيكولا. ومن بعد نحطوها على ورق الطهي ونجيبو هنايا شوش الورد والورق الذهبي. انا قررت اني نحط في النص الورق الذهبي وعلى الجوانب نحط شوش الورد. هنا بلقاط يكون مخصص للاكل، حطوا الورق الذهبي وزينوها كيما تحبوا. يعني انا وريت لكم تزيين بسيط وفي نفس الوقت انيق، ما يتعب ما يغلب. وانتم اذا حبيتوا تزينوا بطريقه اخرى براحتكم. ومن بعد ما نكملوهم كامل نخليهم ينشفوا حتى تجمد عليهم الشيكولا، ومن بعد نجيو ننظفوهم من تحت بالموس تاع المنشار باه ما يتكسروش. وحاولوا انكم تسيسوهم، شوفوا شكلهم بعد ما نشفت عليهم الشيكولا جاو باهيين يهبلوا. هنا كما قلت لكم سيسوهم على قد ما تقدروا، ونحيولهم الشيكولا الزايده ديك عفوا باه يجيو باهيين، لانه العين تاكل قبل الكرش. بعد ما نكملوهم كامل نجيبو نحطوهم في ليكيسات. نتوما قرروا حسب المناسبه اللي عندكم ليكيسات اللي راح تحطوهم فيهم. انا لانه عندي مناسبه بسيطه جدا حطيتهم في الكيسات تاع لي دونتيل، لكن للاسف شريت الكيسات لقيتهم اكبر منهم. ما توقعت انه راح كي نحلهم عفوا راح يكونوا كبار كي من هكا عادي. ما كانش مشكل، ما كانش منا اللي ما يغلطش وجل من لا يخطئ. ومن بعد ما كملتهم حطيتهم في لي كيسات، حطيتهم في صحن التقديم باه تشوفوا الشكل النهائي تاعهم. يعني يا اما تحطهم في لي دونتيل يا اما تحطهم ثاني في لي كيسات تاع البقلاوه او تاع المقروض هذاك اللي يجي معسل، ثاني يعطاهم منظر شباب. للمنظر فقط انا ما حطيتهمش في لي دونتيل، مجرد وريتكم فكره. بعدها جبت حبه وقسمتها باه نوريلكم كيف ما جاو طريين وهشين وبنان يقتلوا. نتمنى غير انكم تجربوهم، واذا عجبتكم الوصفه ديروا لها جيم وبارطاجيوها وابونيو عندي في القناه وفعلوا الجرس بيوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في عدد جديد، يلا سلام.